دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي او عن الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، زي شات جي بي تي وديب سيك وادوات تعديل الصور وتحليل البيانات وتقنيات بتغير شكل العالم حرفيا. بس يا ترى هل اي جهاز ممكن يشغل لي برامج هندسيه زي اوتوكاد، ادوب بريمير، افتر افكت، يشتغل معايا على برامج السوليد وورك، يشتغل معايا على البلندر، يعمل معايا مشروع ضخم 3 دي، يعمل كل البرامج الهندسيه؟ اكيد الاجابه طبعا لا. والذكاء الاصطناعي مش لعبه، اغلبيه البرامج الهندسيه الحديثه شغاله دلوقتي او معتمده على الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ودي اكيد تقنيات حديثه وعاليه جدا وعايزه جهاز يكون قوي ويكون محترم جدا جدا عشان يشتغل معاك بكفاءه. يعني لو انت ناوي تدخل في المجال ده بتاع صناعه المحتوى او التصميم او البرمجه، لازم تبقى فاهم ان جهازك هو الاساس. والجهاز القوي ده مش رفاهيه النهارده، الجهاز القوي النهارده بقى شرط اساسي عشان تعرف تشتغل صح وتستفيد من كل الادوات الجديده، ويبقى الجهاز ده بالنسبه لك مشروع. يبقى اختصر الطريق طالما هيبقى ليك مشروع واستثمر في الجهاز الصح. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو اول مره تشوفنا فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن بيع الاجهزه الاستيراد، وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. لو انت محترف في برامج الايديت والجرافيك والتصميم وعايز تنقل شغلك من ليفل 1 مثلا لليفل 2، او تروح من المستوى اللي انت فيه لمستوى اعلى، وما تفكرش في بطء الجهاز او التهنيج وما تاخدش وقت كبير عقبال ما تخلص، فانا النهارده جايب لك الحل الامثل اللي هينقل الشغل بتاعك للليفل الاعلى، وهو جهاز HP Z640 باور ورك ستيشن دول بروسيس. وعاملين عليه عرضين، واول عرض معانا هو HP Z640 باور ورك ستيشن عليه دول بروسيسور، كل بروسيسور فيهم بيكون E5 2680 V4، بيكون البروسيسور الواحد 14 كور 28 ثريد 35 ميجا كاش، بيكون 2.4 جيجا هرتز، وماكس تيربو بيوصل ل 3.3 جيجا هرتز. طيب وايه المبهر في اللي انا قلته؟ حضرتك الارقام دي بروسيسور واحد بس، يعني اضرب الارقام دي في 2، يعني بدل ال 14 كور هتاخد 28 كور، بدل ال 35 ميجا كاش هتاخد 70 ميجا كاش، بدل ال 28 ثريد هتاخد 56 ثريد. ارقام جباره ما شاء الله، هتاخد شغل محترم جدا جدا جدا. وزي ما اتعودنا مع بعض في القناه ان نشوف حاله الاجهزه داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته، ونروح للوحش بتاعنا ونشوف بقى مع بعض الجمال والحلاوه. شايف كده انت بتفتح عربيه مرسيدس اصلا. وصلت؟ عشان الناس بس ايه تاخد بالها، دي متحركه يا جماعه، ده اسمه الرايزر اللي بيركب جوه الجهاز. طب الرايزر ده بيبقى فيه ايه؟ الرايزر ده بيبقى فيه 4 بنك رام، 2 اهم و2 اهم، يعني نقدر نزود فيهم رامات مفيش اي مشكله. وهنا تحت بيكون فيه البروسيسور الثاني، طبعا بيكون فيها مروحه هنا اهي، وبيكون فيها مروحه هنا اهي. طب حاله الاجهزه عامله ازاي؟ زي ما حضرتك شايف، حضرتك اول واحد يستخدم الجهاز ده في مصر بفضل الله، حاجه محترمه جدا جدا يعني. طيب نخش كده في وصف الجهاز من جوه. عندنا 2 PCI اكسبريس، وطبعا في البي سي اي اللي هو الاحجام المختلفه اللي هم هنا دول، وعندنا 2 بنك رام هنا، وعندنا 2 بنك رام هنا، يعني معدل 4 بنك رام في البورده و4 بنك رام في الرايزر. طيب عندنا ايه تاني في الجهاز؟ عندنا هنا مروحه 2، الثالثه في الباور سبلاي، الرابعه موجوده على البروسيسور، الخامسه موجوده في مقدمه الجهاز، وعندنا كمان 2 هنا هم، ادي واحده اهي وواحده اهي، يعني عندنا 7 فانات في الجهاز. عندنا كام ساتا؟ عندنا 1 2 3 4 و2 هنا، ادي 6 ساتا موجودين في الجهاز. مداخل ال6 بن بتاعه كروت الشاشه موجود منه 2 في الجهاز. طيب عايزين نشوف الباور سبلاي مع بعض، نوصل دول بس كده تاني اهو، حتى الخواجه عامل لك المداخل بتاعتهم بيركبوا هنا اهم، تمام كده. طيب طبعا في البروسيسور الاولاني هنا، والتاني بيكون هنا تحت الفانه اللي هنا دي. عايزين نشوف الباور سبلاي مع بعض. انت بتفتح عربيه مرسيدس، بتفتح عربيه مرسيدس، تعال معايا كده يا باشا. الباور سبلاي هوريك الاوتبوت بتاعه 925 واط، 925 واط. ارفع صباعي كده، نحاول ان احنا نقرب عليها عشان حضراتكم تشوفوها اهي، واضحه جدا، 925 واط تحت صباعي على طول. تمام. طب خلصنا، نقفل المرسيدس يا باشا. وصلت الجهاز يا جماعه ما شاء الله، كل حاجه فيه كليبس. عايزين نركب الرايزر، ليه المجرى بتاعته بتركب هنا اهي اهو، بكل بساطه. ركبت، نقفل العربيه المرسيدس.
حاجه محترمه جدا جدا. طب مداخل الجهاز من قدام، عندنا مداخل الجهاز من قدام 4 يو اس بي 3، وفيها اول واحده من فوق فاست تشارج، وطبعا ده زرار الباور، وعندنا مداخل السماعات من قدام. طب في حاجه تاني، بص انا جايب لك الجهاز بقى بلزقه، اللي هيجي ياخد الاجهزه دي هياخد الاجهزه بلزقها لسه ما اشتغلتش. ده بقى اللي احنا بنقول عليه ان الاجهزه عندنا ما اشتغلتش في مصر بفضل الله. حاجه تاني، نشوف الاجهزه. الجهاز من ورا في عندنا 2 يو اس بي 2 و4 يو اس بي 3، وعندنا مدخل اللان 100,000، وعندنا مدخل السماعات. طيب الجهاز فيه بلت ان، احنا ما شفناش كارت شاشه هنا، يعني هنا المفروض البورده بيبقى فيها بلت ان. كل الاجهزه الورك ستيشن بتيجي ما فيهاش بلت ان، وبالتالي احنا بنركب كارت بلت اوت. طيب احنا العرض ده عملناه من غير كروت، من غير كروت، لان حضرتك كل واحد ليه ذوق في كارت الشاشه. حضرتك عايز تركب كارت ار اكس، عايز تركب كارت جي تي اكس، عايز تركب كارت ار تي اكس، كل ده متاح بامر الله. وزي ما حضراتكم شفتوا الاجهزه عندنا بحاله الزيرو، حضرتك اول واحد يستخدمها في مصر من بره مصر على ايد حضرتك على طول. ومش الجهاز ده بس، ده كل الحالات اللي عندنا ما شاء الله، ده سيستم احنا ماشيين عليه. حضرتك اول واحد يستخدم الجهاز ده في مصر، واحنا ما بناخدش حاجه شغاله في مصر اطلاقا. ونقول اول عرض معانا عشان الناس ما تتلخبطش، هو جهاز اتش بي زد 640 تاور ورك ستيشن دوال بروسيسور، عليه دوال بروسيسور اي 5 2680 في 4 في 2، عليه رام 32 جيجا دي دي ار 4، عليه هارد اس اس دي 512، عليه باور سبلاي 925 واط يشيل اقوى واحدث الكروت معانا. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 16500 جنيه حتى نفاذ الكميه. النهارده التجار او في تجار بعينها باسمها احنا نعرفهم وحضراتكم اكيد تعرفوهم بالاسم، بيطلع يبيع خرده بثمن الجهاز ده. انا موفر لحضرتك النهارده جهاز محترم جدا، بروسيسور محترم جدا، رامات عاليه، هارد كويس، باور عالي، بنفس السعر اللي هم بيبيعوا بيه جهاز من اول 2007 و2008. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ويجي لي بقى مهندس حريف قوي في لعبته ويقول لي انا عايز بروسيسور اعلى، عايز اعلى من ال 14 كور. عيوني يا هندسه، جايب لك عرض ما يتفوتش، وعلى نفس الجهاز اسمه اتش بي زد 640 تاور ورك ستيشن، عليه دوال بروسيسور اي 5 2697 في 4، والبروسيسور ده بيكون 2 و3 جيجا هرتز وماكس تيربو 3 و6، بيكون 18 كور و36 ثريد و45 ميجا كاش. اضرب الارقام دي في 2، يعني عندنا بدل ال 18 كور 36 كور، عندنا بدل ال 36 ثريد 72 ثريد، عندنا بدل ال 45 ميجا كاش 90 ميجا كاش. كده انا وفرت لك الامكانيات اللي حضرتك عايزها. نخش بقى على الرام، عليه رام 32 جيجا دي دي ار 4 قابله للزياده طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في الوصف. عندنا الهارد اس اس دي 512، عندنا الباور سبلاي 925 واط. الجهاز ما شاء الله حالته محترمه جدا زي ما حضراتكم شفتوا، والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 20,000 جنيه حتى نفاذ الكميه. طب انت يا باشمهندس لغايه هنا في العرض عرضت لنا الاجهزه من غير كروت. حضرتك احنا بنعرض الاجهزه من غير كروت لاختيار حضرتك، اللي هيشتغل شغل متوسط غير اللي هيشتغل شغل عالي. لو انا عرضت لك الجهاز ده بكارت عالي ار تي اكس مثلا، حضرتك هتقول لي لا انا عايز اشيل الكارت. ولو عرضته لك بكارت قليل 512 ولا 1 جيجا ولا 2 جيجا، هتقول لي لا شيل لي الكارت انا عايز احط كارت عالي. فاحنا بنريح نفسنا وبنريح حضرتك وبنديك الجهاز من غير كارت، وانت بتختار الكارت اللي على مزاجك او اللي هيناسب شغلك في الاول والاخر. طب احنا عرضنا الاجهزه لغايه هنا من غير كروت، واكيد دي ما تفوتنيش ودي تفوتني. تعالى يا هندسه لما اوريك بقى الشغل النظيف اللي جاي من بره مصر على ايد حضرتك على طول. مش بجيب لك كرتونه واقعد افتح لك حاجات مشحونه من المنصوره ولا مشحونه من دمياط. طبعا احنا بنحب المنصوره وبنحب اهل دمياط، احنا مش قصدنا حاجه، احنا بس بنقول ان الناس اللي بتطلع تفتح لهم كرتونه وتطلع تقول لك انا بعمل انبوكسنج، لا يا حبيبي مش ده انبوكسنج. الحاجات الاستيراد بتيجي بالشكل ده، بتيجي من بره مصر بالهيئه دي متقفله زي ما حضرتك شايف. قسما بالله احنا ما مقفلين الشغل ده، والله الشغل ده جاي لنا زي ما هو كده، ومش من جوه مصر، جاي لنا من بره مصر. جايب لحضرتك ام اس اي. الكارت ده بقى ايه؟ الكارت ده 1660 سوبر 6 جيجا دي دي ار 6. حاله الكروت ما شاء الله، نركن بس الورقه دي كده، حاله الكروت سيلد. والمعلومه الناس يعني بص كده اهو،
دي السلد الحقيقيه، دي السلد الحقيقيه. الرسمه اللي بيبقى عليها الحته الحمراء دي بتتباع في مول البستان، مع احترامنا لاخواتنا وحبايبنا في مول البستان. ركز، لان الكروت بالذات هيضحك عليك لو ما جبتش كارت نضيف، هيضحك عليك. والكروت بالذات ياما ناس اشتكت لنا. نروح بقى ايه لحاجه جميله كده، ار تي اكس 3060 12 جيجا نسخه زوتك، حاجه محترمه جدا جدا جدا. الكارت ده سعره مفاجاه يا جماعه، وقولوا لنا واسالونا في الكومنتات، هنديكم افضل سعر بامر الله. طب احنا عايزين بقى ايه؟ حاجه في المتوسط، حاجه للناس اللي اهلنا واخواتنا اللي عايزين حاجه اقتصاديه وتشغل معاهم في نفس الوقت كل الالعاب الحديثه. جايب لك بقى نسخه جيمنج جي تي اكس 970 4 جيجا دي دي ار 5. ده شغل بره، ما بيجيلناش حاجه في كراتين ونقول لك لا احنا بنعمل انبوكسنج. لا فوق يا حبيبي، الشغل ده شغل بره. بص يا باشا حاله الكروت عامله ازاي. تعالى بقى اما اوريك. والله العظيم قسما بالله الكارت ده ما اتفتح. انا ما بحبش احلف في الشغل عشان بس ايه، الواحد بيشوف حاجات مستفزه. ده تراب بلاده، شايف التراب اللي هنا ده تراب بلاده لسه ما اتنضفش اهو، تراب بلاده. الكارت سيلد ما شاء الله، نسخه جيمنج جي تي اكس 970 4 جيجا دي دي ار 5. نروح كده لحاجه محترمه بعديه. انا جايب لك مفاجآت النهارده اهو. ده شغل بره مش شغل جوه مصر. انا بفكهم ومش هرجعهم تاني، يعني الكياس دي مش هترجع، هتاخد واحده ستريتش وخلاص كده. بص الناس بتاعت بره دي بتقفل تقفيل يعني. جايب لك بقى حاجه ايه، جي تي اكس اسوس 1060 6 جيجا. تعال اما اوريك اللزقه السلد. ده سلد حقيقي، ده مش سلد من اللي بيبيعوا ايه يعني. عايز اقول لكم بتبقى قطعه ورق زي كده، تبقى قطعه ورق كلها السلد دي، اللزقه دي مخرمه، بيقطع ويركب يقول لك يا باشا ده سلد. والله العظيم في ناس كدابه في المجال ده، انا ما شفت بعد كده. والناس العملاء نفسها هي اللي بتيجي تشتكي لنا وتقول لي ده انا خدت الكارت ما قعدش معايا شهرين، وخدت الكارت ما قعدش معايا 3 شهور، واتضحك عليا واتنصب عليا. حضرتك هتشتري من مكان، اشتري من مكان موثوق فيه يديك ضمان حقيقي. جي تي اكس 1060 6 جيجا طبعا بياخد معانا 6 بن. شايف حاله الكروت من جوه عامله ازاي؟ بنحاسه بص بالقفله بتاعت الديسبلاي بورد، لسه الكروت ما اشتغلتش، بالقفله بتاعت الاتش دي ام اي. ما شاء الله احنا بنعرض لحضراتكم شغل بنراعي ربنا فيه وبنراعي ربنا في الناس. جايب لك بقى مفاجاه جميله للناس اللي بتسال عليه، ده ممنوعات السوق النهارده. جايب لك الار تي اكس ال 2060 ال 6 جيجا. طبعا ده بيبقى 6 جيجا دي ار 6. اجي انا بقى اعمل لك فيديو على الكارت ده واقول لك انبوكسنج؟ لا مفيش الكلام ده. الشغل ده شغل استيراد بلزقته. شايف المفاجاه بلزقته. احنا يا جماعه ممكن نبيع الكارت ده جديد، وفي ناس هتصدق ان الكارت ده جديد، بس احنا بنراعي ربنا في الناس وبنراعي ربنا في الجنيه اللي احنا هنكسبه وندخله على اهل بيتنا. تعالى يا باشا اتفضل، ادي الكارت اهو بجميع محتوياته اهو، بالكتالوج بالضمان بكل حاجه. انا جاي اوعي الناس لان شغلتنا برضو ملهاش ميزان. احنا ما عندناش ميزان او كفه ميزان يا جماعه. احنا ميزاننا في الشغلانه دي هو الضمير، وان انت تعامل ربنا في الناس. اللي بيجي لك يشتري جهاز ده ممكن يبقى داخل جمعيه سنه، ممكن يبقى بيحوش في فلوسه فتره كبيره. ما تروحش انت بعد ما يجي لك لغايه عندك تضحك عليه وتنصب عليه، لان ربنا ما يحبش كده. الكارت اللي معانا هو ار تي اكس 2060. ها نيجي بقى نقول لك ده سيلد، ده ما اتفتحش. طبعا الكارت ده معروف ان هو سيلد، باللزقه دي معروف ان هو سيلد ما اتفتحش. حاله الكروت اهي ما شاء الله، عندنا حاجه فابريكا بلزقه وبلاستيكاته. البلاستيك ده معناه ان الكارت ما شاء الله ما استخدمش اصلا اهو. دي بالاتش دي ام اي والديسبلاي بورد، وفي الدي في اي كمان. دي الحالات عندنا اهو، يمكن الكاميرا تجيبه. نسخه اسوس ار تي اكس 2060 6 جيجا دي دي ار 6. والناس اللي بتسال على عروض اقتصاديه، طبعا انا بتابع كل الكومنتات يا جماعه،
مفيش كومنت بينزل على القناه غير وبرد عليه. ونلم بقى الورق ده والهيصه اللي احنا عملناها هنا، لان احنا دربكنا الدنيا، ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما روقنا الدنيا اللي احنا عملناها دي. والناس اللي بتسال على العروض المتاحه، في اتش بي زد 230 ده اي 5 جيل رابع، في زد 240 ده اي 5 جيل سابع، وفي منه الاي 7 الجيل السابع، في زد 2 جي 4 اي 5 تامن واي 7 تامن واي 7 تاسع واي 5 تاسع، عليه 4 بروسيسورات. وفي كمان الزد 4 الجي 4 الاي 7 الجيل السابع والاي 7 الجيل التاسع. ومش بس كده، ده الزيون كمان متوفر بامر الله. الزد 6 للناس اللي بتسال على حاجه دول بروسيسور اعلى بكتير من اللي احنا بنعرضه النهارده موجود بامر الله. الزد 840 موجود بس الكميه مش كبيره. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله بعد ما ضمانك يخلص حتى لو بعد سنه احنا بنساعدك في حلها. احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، قدام مسجد الظواهري. ومش بس كده، احنا عندنا شحن لكل المحافظات، لكل اخواتنا وحبايبنا اللي احنا بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات. حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، بتتخصم من ثمن الجهاز، وهتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون، وبنصور لحضرتك الجهاز فيديو بعد ما يجهز بالمواصفات اللي حضرتك عايزها، وبنصوره لحضرتك فيديو، بتدينا التمام، بنقفله في كراتين وبنبعته مع شركه الشحن، وبتدفع الباقي عند الاستلام من شركه الشحن. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله، وانتظروني عشان انا جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.